اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده صينيه بدنجان تحفه. ولا تقولوا لي لحمه ولا تقولوا لي فراخ، ني كده في الفرن او على عين البوتاجاز من فوق، زي ما تحبوا اعملوها. بس المهم تسيبوها تنشف خالص وتتكرمل مع البصل مع الثوم والفلفل والطماطم، علشان خاطر وانتوا بتغمزوها يبقى طعمها جميل وحلو، ما تبقاش صيصه كده وطريه. ماشي، هنبدأ مع بعض. بسم الله. جبنا بدنجان اسود وجميل كده حلو اهو، هنغسله مع بعضينا. ولما تكونوا مثلا هتعملوا كيلو بدنجان تكبروا الصينية خالص، نص كيلو تكبروا الصينية اكبر من الحجم بتاعه. يعني مثلا ايه الكمية قليلة نديها صينية على قدها، لا نكبر الصينية عن الكمية، علشان خاطر هي اللي هتساعد البدنجان ان هو يتنشف. هنفرطه فيها ونملاه بيها، نبص نلاقيه يتنشف معانا بسهولة، وما بقاش فيه ميه كده وطري، ما يخليناش نحب نعمل بدنجان. ماشي، يعني انتوا فاهمين قصدي. يعني انا عايزاكوا ايه، تخلوا حجم الصينيه يكون واسع عشان البدنجان يبقى ايه قليل فيها. وما ننساش كميه فلفل حلوه وبصل والحاجات الجميله دي. نغسل البدنجان واحده واحده، بيبقى عليها رمله كده وترابه. يا رب. الفيديو اللي عملت فيها ولا امبارح اللي عملت فيه حواوشي وكفته، كنت بحكي معاكم على مرات الاخ وعلى اخت الجوز وعلى الام والحما، بس المقطع ده مش عارفه راح فين، فجه كلمتين بس منه والباقي معرفتوش راح فين. فمش مشكله، كنا ان احنا ايه يعني بنقول صله الرحم ونصل الرحم مع بعضينا، عشان صله الرحم بتطول العمر وبتجيب الرزق. ولازم يعني نروح نسأل على بعضينا، مش لازم عشان نروح يبقى لازم شايلين واخدين والكلام ده، لا، كل واحد وظروفه. معانا نودي، مش معانا خلاص. مرات الأخ حلوة وحنينة وبتبقى كويسة من المعاملة، واخت الجوز برضو والله العظيم انا عن نفسي والحمد لله مرات اخوي كلهم مراتات اخواتي حلوين معايا، انا واخواتي البنات كلنا وبيحبونا، وكل ما نروح هناك عند بيت ابويا مش بيبقوا عايزين يسيبونا. وامي ربنا يديها الصحه يا رب كويسه وحنينه وحلوه خالص، وحماتي كمان. فكل ده من معاملتك انت، طول ما انت حلوه وكويسه مع حماتك ومع اخوات جوزك ومراتات اخواتك، هم هيحبوك ويبقوا حلوين معاكي. ماشي، ما تزعلوش من كلام، احنا بننصح بعضينا. عشان انا ايه، بشوف من اخواتي من مراتات اخواتي واخواتي حلو كتير صراحه، ومن اخوات جوزي وحماتي بيحبوني ويفضلوا يدعوا لي. فانتوا لما تكونوا كده هيحبوكوا ويدعوا لكم برضه. ونصل الرحم اهم حاجه صله الرحم. غسلت كام بصلايه كمان اهو، هو البصل اللي بيحليها الوصفه دي، بيخلي طعم البدنجان حلو. والبصل الجديد ده طلع وبقى مال الدنيا دلوقتي، وسعره مرحوم شويه، وفي الاكل حلو كمان. وحوالي نص راس توم اهي، هنقطعها برضو ايه قطع بالسكينه، مش لازم ندقها في الهون ولا نفرمها، مش لازم. نبدا مع بعض بسم الله. كله في الاخر قطع كبيره او صغيره، كله في الاخر بيطيب ويستوي ويبقى حلو ان شاء الله، طعمه جميل. نخلي دول نحطهم في وسط الصينيه. فلفلايه صغيره جوا الفلفلايه الكبيره ما شاء الله. لما تبقى مثلا ايه علاقتكم حلوه مع اهلكم، مش لازم مع الاهل بس، مع الجيران مع الاصحاب مع الحبايب، الناس الكويسه المحترمه نمشي معاها ونصاحبها. ماشي، لما تكون علاقتكم حلوه مع اصحابكم مع جيرانكم مع اهلكم، كل الناس هتحبكم وتحترمكم، والمكان اللي هتخشوا فيه هتبقوا محبوبين فيه وهيبقوا حابينكم.
ماشي. يعني انا مثلا إيه لما تبقى كويسه مع حد، شوف قلب البدنجانه ابيض زي قلوبكم ازاي، شوفوا ما شاء الله، ولا فيها بذر ولا حاجه. فما نزعلش من بعض ونحب بعض ونسأل على بعض زي ما انتوا فاهمين قصدي يعني. انا بروح بيت ابويا والله الى سوين اخواتي دول ما شاء الله عليهم يعني. يا رب يديهم الصحة ويخليهم يا رب، ويحبوا امي ويحترموا امي جدا، وامي صراحة بتحبهم، واخواتي البنات كمان. يعني زي ما سمعتوا في الفيديو كده وانا هناك اللي عملنا فيه الفطير، هو كده بالظبط نفس ما سمعتوا. وانا جايه ما كانوش راضيين يسيبوني، لا خليكي لا اقعد لا بيت يوم كمان. اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الطماطم البلدي دي جميله وحلوه خالص. واللي اهم من ده كله ان احنا نغسل الخضار كويس. وما ننساش في الوصفه دي اهم حاجه قرنين الشطه دول، هم اللي هيظبطوا الدنيا فيها. بس نحوش البذر ده نخفه شويه عشان تبقاش محرجه خالص. وما نعملش البصل في الكبة، ولا نبشره بالمبشرة. والطماطم كمان ما نعملهاش في الخلاط، عشان لو عملنا الحاجات دي ونعمناها هتبقى فيها مية ومش هتخلي صينية البدنجان تنشف جوان معانا. كله مقطع الشطة صعب. كله مقطعه بالسكينة بالشكل ده. خلصت صينية البدنجان اهي قطع بالشكل ده. هنعمل ايه تاني؟ هنا معلقة كبيرة كزبرة، البدنجان بيحب الكزبرة والكمون. مش هنحط فلفل اسود عشان الفلفل الاسود ملوش دور في البدنجان. ماشي. الكمون والكزبرة في البدنجان احسن من اي حاجة، عشان ده اللي فيها لحوم ولا حاجة يبقى نحط فلفل اسود ليه. ونتوصى بالملح كمان حوالي معلقتين صغيرين في الكمية دي. ماشي. وما ننساش نظبط شوية زيت حلوين، بس قبل ما انزل الزيت هقلب كل الخليط ده بايديا كده علشان خاطر يبقى صينية البدنجان كلها ملفوفة، ما تبقاش هنا في طماطم وهنا ما فيش مش عارفه ايه. تفهميني؟ حطيتوا له لايك ولا ناسيين؟ ما تنسوش تحطوا له لايك وسبسكرايب. بس كده اتخلطت كويس اهو. عارفين الصينيه دي الشويه دول كتار كده ومالين الصينيه، لما يستوي ويطلع من الفرن مش هيبقوا حاجه في الصينيه ان شاء الله، يعني هيجوا لنصها. عشان انا هنشف عليها خالص. الاول هسيبها على البوتاجاز من فوق تغلغل شويه، وبعدين ادخلها الفرن على طول تنشف واطلعها. ولو انتوا مش مثلا مش عايزين تدخلوها الفرن، ماشي مفيش مشاكل، حطوها على البوتاجاز من فوق وتهدوا النار وتسيبوها تنشف على الاخر. لو انتوا بتحبوها تكون مكرمله زي ما انا بحبها يعني. بس هغسل ايدي واكب عليها شويه زيت وخلاص. بس نتوصى بالزيت شويه. بس كده.
خلاص البدنجان طلعناه من الفرن اهو، استوى وبقى جميل. وغسلت خس كمان اهو، وعيش طازة، عيش بلدي بالتاو زي ما تحبوا كلوا معاه بألف هنا يا رب. ايه رأيكم بقى تخلوها تصبروا عليها لما تنشف في الفرن علشان تبقى مكرملة وطعمها جميل بالشكل ده. بصوا مخلية ريحة البيت، قلب ريحة البيت من جمالها وحلاوتها تحفة. بألف هنا يا رب. انتوا عارفين البدنجان ده كنا بنعمله زمان، اليوم اللي نشغل الفرن البلدي فيه نروح عاملين البدنجان ده بعد ما نخبز العيش البتاو، يا اما نعمل بدنجان، يا اما نعمل صينيه بطاطس في الفرن، يا اما نعمل صينيه قرع عسلي، بس الاغلبيه كنا بنعمل بدنجان. فايه رايكم في فيديو النهارده؟ وكمان عملت لفت الحماتي اهو، غسلته ونضفته وقطعته ورشيت عليه شويه ملح وسبته يتخدع شويه، وبعد كده هحط له الخل والميه واحطه في برطمان. ايه رأيكم في فيديو النهاردة؟ يا رب الوصفات تعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.